يا جماعه صدقوني انا واحده بتعرض لعنف اسري منه هو بس، منه هو بس والله. انا محتاجه اعرف، محدش قال لي ليه على زن الولاد، محدش قال لي ليه. طب هرمونات البنات وكنا مستحملينها، كمان هرمونات وزن الصبيان. يا جماعه اللي محدش اتكلم وقال ان من بعد سن 3 شهور وفي معاناه لا يتحملها بشر. قرف تسنين وسنان ما بتنزلش، يعني ولا بتنزل من فوق ولا بتطلع من تحت، وزي ما احنا سامعين كده عياط بس. طب احنا بقى دلوقتي وصلنا لايه؟ ل7 شهور. نسكت؟ لا، احنا بنسنن ماشي ومقريفين، ويعني هو عايز ينزل تحت. تنزل فين يا ابني؟ انزل تحت على الارض، ولسه بيزحفش، لسه ما بيحبيش، عايز ينزل تحت في الارض. انزله في الارض يعيط عشان يطلع فوق، اطلعه فوق يعيط عشان ينزل تحت، احطه على السرير عنده ميول انتحاريه عايز ينتحر. يا جماعه صدقوني انا واحده بتعرض لعنف اسري منه هو بس والله. خلاص انا بتعرض لعنف ده خلاص. خلاني بصوا بقى كده مجنونه اهو. بس يا حبيبي تنزل تحت، ننزل تحت. بصوا هنزله تحت. استنى، هنزله تحت، نجرب نقعده تحت شوف بقى يعمل ايه. ادينا نزلناه تحت، سكت؟ لا عيط ازيد. عايز ايه؟ تطلع فوق؟ عيط بس. ليه ما حدش اتكلم على السن ده؟ ليه ما حدش اتكلم على الفتره دي؟ ليه ما حدش اتكلم عن ضغط الام؟ بصوا خلاص واحد جاله ضيق تنفس. انا جالي ضيق تنفس يا جماعه، انا جالي ضيق تنفس. اتعرض لعنف عنف اسري. هو جاب لي عنف، خلاص انا بتعرض للعنف الاسري. الحقوني يا جماعه، الحقوني. نزله تحت يعيط، نطلعه فوق يعيط، نقعده على حجرنا ونهشكه يعيط، نديله العضاضه يعيط، اي حاجه عياط. من 4 ل5 شهور عياط، من 4 ده تقريبا لحد ما هنكمل سنه بقى هنقعد نعيط. احنا كده في العياط ده، احنا عياط لما لا نهايه. ما اتكلمتوش ليه على السن ده؟ محدش اتكلم ليه على السن ده؟ انا خلاص الحقوني.